بُصّي، هو already إيه الحل في يعني؟ already في أنا مش محتاج من الشخص إن هو يكون داخل التدريب perfect وبيطلّع نار من بُقّه، وإلا أنا مش هيكون ليّا دور في القصة دي. الفكرة كلّها إن الناس اللي داخلة التدريب بتاع المشاريع هي ناس عملت وخلّصت الcourse وعملت مشاريع مشروعين 3 من الآخر هي مشّت إيديها في المشاريع. طيب في مشاريع عملية، ومش شرط إن المشاريع دي تكون perfect 100% وشكلها واو ومنسّقة وألوان وdesign وقادر إنه يقرا الأرقام وكل حاجة، لأ إحنا في التدريب بتاعنا بنشتغل بقى على الحتّة دي، إزاي نimprove الdashboard بشكل احترافي، إزاي نضبّط الحتّة دي بشكل كويس جدًا. فإحنا بنشتغل already على الحاجات دي، بنشتغل بقى على مشاريع data حقيقية، وبنشتغل على project حقيقي من A to Z من أول ما الdata بتيجي لنا لحد ما بنطلّع الproject في الآخر. فأنتِ محتاجة تستني الproject الجاي، إحنا النهارده 3/12، احتمال كبير جدًا إن زي اليومين دول الشهر الجاي، يعني في أول أسبوع من الشهر الجاي هيبقى عندنا access إن إحنا أو إن شاء الله يعني ربنا يدّينا طولة العمر والصحة و ويوفّقنا في إن إحنا إن شاء الله نبدأ المجموعة الجديدة اللي هي بتاعة شهر 1 يعني إن شاء الله. فدي فاللي عايز يلحق هو يقدر يلحق بكل بساطة يعني. هل لازم أكون خلّصت الcourse كلّه؟ لأ، مش شرط إنك تكون خلّصت الcourse كلّه، على الأقل أنت خلّصت 70% مثلًا من الcourse وعملت على الأقل مشروعين 3 بإيدك، عشان لمّا نيجي نطبّق عملي ما تحسّش إن الحاجة اللي إحنا بنعملها أنت ما عملتهاش قبل كده، لأ أنت عملتها قبل كده، بس بنعلى بالlevel بقى شوية. تمام؟ تمام يا باشمهندس، ربنا يكرمك. ألف تسلمي. شكر، متشكرة جدًا. الباشمهندس محمد كان دخل معانا من الأول، لو في عندك سؤال. السلام عليكم أولا يا باشمهندس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشاكر أفضل حضرتك على الاجتماع الجميل ده. تسلم. أنا بس كان عندي سؤال واحد، هو تقريبا عقبة دايما بالنسبة للكلين داتا. أي مشروع أو أي داتا بتجيلي أنا، بس عندي اختلاف على نقطتين. إن أنا بخصوص أما بحاول أعمل الدبليكيت مثلا، بعمله مثلا على الكاستمر اي دي او اي حاجه فيها اي دي، عشان لو في دبليكيت او حاجه ممكن اعمل كلين للداتا مره واحده، ان انا اعمل ريموف للدبليكيت كله من الداتا. انا بس عايز توضيح من حضرتك كطبيعه شغل في اي مجال او في اي مكان، ايه الخطوات الاولى اللي باخدها في الكلين داتا؟ طيب. ولا ده بيقف على حسب الكيس اللي جايه لي بالظبط؟ يعني انا النقطه دي هي اللي دايما يعني بقف فيها او بحتار فيها وبخاف اكون غلطان، لكن بقيت الشغل انا بكمله مثلا، بعرف اتعامل عليه كويس الحمد لله. طيب الحمد لله، وشكرًا جدًا على الreview بتاعك. بُص، أولًا وبكل بساطة ما فيش data شبه التانية، يعني ما أقدرش أقول لك إنك هتبدأ أو هتمسك data هتعمل فيها إيه وهتمشي بsteps شكلها عامل إزاي، لإني أنا من وجهة نظري أول حاجة باسألها لأي project أنا هاشتغل عليه هي الdata دي جاية منين؟ الdata دي جاية من data internal manual بإيدينا data entry اللي هو أنا وأنت اللي مدخّلين الdata دي بإيدينا، والّا الdata دي extract من system؟ لو extract من system فأنا بابقى نفسيًا مرتاح شوية، لإني خلاص أنا بابقى عارف إن الdata اللي طالعة دي في الغالب بنسبة 90% هي data clean، لإن هي already اتخزنت جوّه الsystem بstructured data، وعن طريق database متخزن فيها الvalues اللي داخلة، فalready كل القيم اللي بتبقى داخلة بتبقى متضبطة. المشكلة بتبقى فين بقى؟ ودي بتبقى بصراحة مشروع بيبقى يعني بيطلّع عين الواحد، هو إن أنت تشتغل على data manual جاية لك من data entry شخص كده. فالdata دي بقى عِد ولا يعني خلاص يعني كمية شغل هيتم في الproject ده مش طبيعية. أول حاجة أنا مثلًا هاتكلم عن project جِه معايا، أنا أول حاجة بامسك عمود، عمود أشوف الvalues اللي موجودة جواه، أشوف الdata type أول حاجة، ده أول حاجة باشوف الdata type. تاني حاجة باشوف هل في errors والّا لأ. بعد كده بابدأ أشوف هو العمود ده الvalues اللي جوّه متساوية أو شبه بعض والّا لأ.
ليه؟ لان انا ممكن على سبيل المثال واحد ممكن يكتب الاسكندريه بهمزه، واحد يكتبها من غير همزه، واحد ممكن يكتب احمد بهمزه، واحد يكتبها من غير همزه، واحد ممكن يكتب مكه المكرمه بت مربوطه، واحد يكتبها من غير ت مربوطه. وهنا بتكون بقى المشكله الاكبر في ان انت تبدا بقى تكلين الداتا نفسها. طيب في جزئيه الدبليكيشنز، مين قال ان احنا يعني لو بنتكلم عن دبليكيشنز الاعمده فهقول لك اتس اوكي اختار عمود منهم والغي العمود التاني. ليه؟ لان الاثنين بيساووا بعض بس بقيم مختلفه. زي فكره مثلا لو انت اتفرجت على اخر حاجه في البروجكت بتاع الاتش ار، هتلاقي ان احنا عندنا داتا، واحد عمود بيقول مين اللي مشي ومين لا، فمكتوب يس ونو. واحد عمود تاني بيقول مين اللي مشي بس بيرفلكت عنها بقيمه 0 1. انا العمودين قيم مختلفه ولكن اقدر اطلع منهم بالمعلومه اللي انا محتاجها، فبشيل عمود منهم بحيث ان انا اعمل كليننج للداتا في الجزء بتاع الدبليكيشنز. طيب لو الدبليكيشنز في الروز، لا هنا بتبقى في مشكله. ليه؟ لان انا لازم اسال نفسي سؤال، هي الدبليكيشنز اللي في الروز دي هي ينفع اعمل فيها دبليكيشنز ولا ما ينفعش؟ على سبيل المثال احنا مثلا عندنا في الداتا اللي احنا شغالين عليها في الكورس فيها الرو اي دي او الاي دي نفسه بيتكرر اكتر من مره. بيتكرر اكتر من مره ليه؟ لان كل مره لو انت طلبت مثلا اوردر في 5 منتجات، فهو بيتكرر في الاول في اول مره قصاد المنتج الاول، المره الثانيه قصاد المنتج الثاني، وهكذا. فهنا ما ينفعش اعمل ديليت دبليكيشنز. ليه؟ لان هنا هو بيعد منتجات مش بيعد ايديهات. دي اول حاجه. طيب على سبيل المثال مثلا حاجه تانية، انت مثلا موظف شغال في شركه وكلنا يعني مثلا احنا كده اللي موجودين في المحاضره دي كلنا شغالين، احنا كام واحد؟ 9. احنا ال9 شغالين في شركه معينه، والاتش ار دخل الاي دي بتاعي في الليسته بتاعه الموظفين مرتين. في الحاله دي لا ما ينفعش. ليه؟ لان الموظف هيتعدى مره واحده، ما ينفعش يتعدى مرتين. فلما تيجي تقول لي احنا عندنا كام موظف اقول لك 9، ما ينفعش اقول لك 10. ليه؟ لان الاي دي بتاعي اتكرر مرتين. في الحاله دي اعمل ديليت دبليكيشنز او ما تعملش ديليت دبليكيشنز، لان هي ممكن تكون الداتا دخلت بطبيعه مختلفه. بمعنى ايه؟ بمعنى انا اتش ار وسجلت اسامي الموظفين اللي كانوا عندي، فانا سجلت احمد ناصف الاي دي بتاعه 1 واتعين عندي يوم كذا ومشي يوم كذا. احمد ناصف ده جالي تاني مشي مثلا سنه 2 ورجع الشركه تاني، فخد اي دي تاني والاسم بتاعه وبعدين تاريخ التعيين الجديد بتاعه. فانا لو جيت اعد بناء على الاسماء هلاقي ان الاسم بتاعه متكرر. بس هل ينفع هنا اشيل الدبليكيشنز؟ لا. ليه؟ لان الرول الاولاني كان بيعبر عن قيمه والرول الثاني بيعبر عن قيمه ثانيه. فهل في ستراكشر ثابت تقدر تمشي عليه في اي داتا هتشتغل عليها؟ لا. وهنا بقى يجي المايند سيت بتاعتك، طريقه التفكير في اي داتا بتيجي تحت ايدك. انا في مشروع اشتغلت عليه قبل كده، المشروع ده انا بعتبره انه من اقوى المشاريع واكبر المشاريع اللي انا اشتغلت عليها. عندك 200 موظف، 200 موظف دول متوزعين على مستوى المملكه، وكل واحد من ال 200 موظف دول بيبعت لك يوميا شيت. الشيت ده هو بيدخل الداتا بتاعته مانوال. فلك ان تتخيل انك عايز تعمل اناليسز لل 200 واحد، وال 200 واحد دول كلهم بيدخلوا الداتا مانوال. فلك ان تتخيل بقى انك عايز تعرف، وكلهم احيانا بيبقوا متجمعين في قيم معينه، قصه كده كبيره قوي الصراحه. فانت بقى تعمل اناليسيز ازاي؟ محتاج تبدا بقى يعني بص، هو حرفيا الداتا كانت يعني متدمره، لان كل واحد بقى بيدخل مانوال بايده، اللي يكتب مكه بطريقه واللي يكتب المدينه بطريقه واللي يكتب الرياض بطريقه واللي يكتبها مره عربي واللي يكتبها مره انجليزي واللي يكتب. ده احنا بنتكلم هنا عن عمود واحد بس. لك ان تتخيل بقى ان العمود ده او الشيت مثلا فيه 20 عمود. تخيل بقى ان ال 20 عمود اللي احنا بنتكلم عليهم دول، كل عمود من الاعمده دي محتاج يتعمل له بري بروسيسنج وترانسفورميشنز في كل ال 200 ملف. فانت هتتعامل معاه ازاي؟ انا الطريقه اللي اشتغلت بيها هو ان انا جمعت ال 200 ملف في ملف واحد، واشتغلت بناء على الملف ده. طبعا الداتا كانت كبيره، وبدات اعمل بري بروسيسنج لكل عمود مجمع في العمود الواحد ال 200 ملف. طبعا بقى الموضوع بعد كده وسع شويه ودخلنا في ستراكشرز مختلفه. هنا
ده كان ممكن يكون اول مشروع يجي لي بالشكل ده بالطريقه دي. فهنا لازم تبقى عارف ان مفيش داتا هتشتغل عليها في مشروع شبه التانية. ممكن في مشاريع متشابهه عادي جدا، بس هل كل المشاريع اللي انت هتشتغل عليها ستاندرد واحد؟ لا خالص. شاكر افضل حضرتك جدا على التوضيح معلش انا اسف إني تعبتك والله. ولا يهمك يا باشا. بس كان توضيح مهم جدا. ماشي، اتمنى بس شكرا. الافاده يعني بس. لا حاجه بس صغيره كمان قبل عشان ما اعطلش الزملاء، هي صغيره جدا وسمعتها من حضرتك في الكورس وكانت مهمه جدا جدا، لان انا شفتها عند ناس تانية كتير، بس ما كانتش بالاسلوب او بالطريقه اللي حضرتك قلتها. بالنسبه للايرور في الداتا، سين مثلا التاريخ، ساعات بيجي لي داتا فيها ايرور مثلا وانا شغال على البروجكت ولا حاجه. حضرتك رفضت في الكورس ان مفيش حاجه اسمها ريموف ايرور، صح كده؟ صح. حضرتك قلت في الكورس بالنص كده. بس في ناس تانية قالت ان تعمل ريموف للتاريخ او حاجه، فالتاريخ كان بالنسبه لي مثلا بيعبر عن كيس معينه او نقطه معينه او معلومه معينه جوه الداتا. فانا لو عايز اعالج الايرور ده بطريقه صحيحه في نفس الوقت ولا اضر الداتا، ولا انا ادخل حاجه غلط او اخد ستيب غلط، اشتغل على ستيب غلط، ايه الصح برضه في النقطه دي في عجاله كده معلش عشان ما ازعجكش؟ طيب بص، بكل بساطه ما ينفعش. انا زيك بالظبط برضو كنت بشوف ناس كتير جدا بتتكلم عن فكره شوف الايرور او عندك ايرور احذفه. انا عايز اقول لك ان في بروجكت كنت شغال عليه، البروجكت ده كان 300 حاجه و60 الف رو، تمام. اول ما عملت لود للداتا جوه الباور بي اي طلع لي 333 الف رو في ايرور. طيب انا لو عملت دلوقتي ريموف للايرورز ما بقاش في حاجه اصلا في الداتا اعمل لها اناليسيس، انت دمرت الداتا. ومثال بسيط جدا، انا لو عندي مثلا موظف 10 موظفين موجودين في شركه، وانا مدخل تاريخ او قيمه معينه بشكل معين غلط قصاد احمد ناصف، فلو انا عملت ريموف ايرور، فبدل ما هقول ان انا عندي 10 موظفين انا هقول 9، لاني اصلا انا عملت الايرور او حذفته، تمام. فهنا بقى كانت المشكله ان ما ينفعش اصلا اعمل ريموف ايرور. فاحنا متفقين ان ما فيش حاجه اسمها ريموف ايرور، الايرور يقابلني احله. طب هل كل الايرورز شبه بعض؟ مش كل الايرورز شبه بعض. ممكن الايرورز دي تبقى عن طريق ان يبقى عندنا في اختلاف في الداتا تايب. فانا مثلا العمود ده فيه قيم ارقام وقيم تكست مثلا، والباور بي اي من مزاجه اعتبر ان العمود ده ارقام، فهيجي عند الفاليوز او القيم او السيلز اللي موجود فيها تكست هيقول لي ان هي ايرور. فانا هتعامل مع ده ازاي؟ ان انا اصلا اوريدي اقول له يا باشا معلش ما تعتبرش حاجه من مزاجك، شيل لي اصلا الجزء اللي انت حطيته ان ده العمود ده ارقام، وحط لي ان العمود ده تكست. دي الجزئيه الثانيه واللي بنتكلم فيها جزئيه التاريخ. جزئيه التاريخ من وجهه نظري وبكل بساطه هو تعديل قيمه التاريخ نفسه. يعني بس هنا بقى هتظهر مشكله تانية اكبر بقى، ان انا مثلا كنت احيانا الاقي ان عمود اسمه التاريخ الميلادي مثلا، والاقي فيه في النص كده كام قيمه محطوطين بالقيمه الهجريه، وخصوصا دي كانت بتحصل في اكتر المشاريع اللي جايه من السعوديه. طيب انت في الحاله دي هتعمل ايه؟ هتحل المشكله بتاعت الهجري دي، القيمه الهجريه دي ازاي؟ يعني نورمال كده، قمت واخد القيمه وقمت رايح على موقع موجود على جوجل، يا جماعه انا عايزك ترانسفورم القيمه اللي موجوده بالهجري لتكون ميلادي، وقمت مديله القيمه واخد منه الميلادي، اشيل القيمه الهجري واحط الميلادي، وهكذا. بس دي مرهقه جدا، لان احنا بنتكلم على فكره ان احنا عندنا اكتر من يعني انت لو بتتكلم في 100 فاليو مثلا غلط هجري، فانت هتedit 100 فاليو، 100 فاليو عشان تظبطها تكون ان هي تكون يعني تظبط الايرور بتاعها. طيب لو هو ميلادي مظبوط، ولكن هو قاريها بشكل ان يقول لك 1/1/1990 وهو اصلا يقصد 1/1/2021 ولا 22، في الحاله دي انت بقى لازم تفهم سياق الداتا وتفهم وترجع للشخص اللي مدخل الداتا وترفلكت بقى هي القيمه اللي موجوده دي قبلها تاريخ ايه وقبلها تاريخ ايه، عشان تقدر تحدد هي الفاليو الغلط دي القيمه بتاعتها شكلها عامل ازاي. هنرجع لنفس القيمه تاني. اي قيمه غلط موجوده، مش دايما
اي قيمه غلط موجوده في التاريخ في الغالب بتبقى محتاجه تدخل مانوال ان احنا نعدلها. طيب هل في طريقه ان احنا نعدل التاريخ لو احنا ظهر عندنا فيه ايرورز؟ عن طريق ايه؟ عن طريق ان الداتا كلها تكون فيها ايرورز. يعني ايه؟ يعني انا مثلا معظم القيم اللي عندي فيها يوم شهر سنه، وانا السيستم بتاع الجهاز الويندوز بتاعي يوم شهر سنه، فبالتالي شهر يوم سنه غير يوم شهر يوم سنه، الاثنين مختلفين عن بعض. طب اتعامل معاهم ازاي؟ هو ان انا اعمل سبليتات واجمع تاني ميرج بالطريقه الصح. فقصه الايرور مختلفه على حسب السيتويشن والكيس شكرا بتاعتك. شكرا لذوق حضرتك جدا، وشكرا لذوق حضرتك جدا وتعبك والله. انا اسف ان انا والله ازعجتك، يا باشا معلش. احنا هنا عشانكم والله. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا باشمهندس. تسلم. الباشمهندسه شيماء اتفضلي. باشمهندسه شيماء حسن. طب الباشمهندس عماد. باشمهندس عماد. طب الباشمهندس احمد محمد. طب الباشمهندسه رنا. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا باشمهندس. عمر حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله، فضل ونعمه، الحمد لله. كنت بعت لك على الواتس وبعت لك الشغل اللي انا عملته، مش عارف شفته ولا. مش النهارده الصبح؟ اه طيب. في بروجكت انا عملته كده، ومشكلتي في الكلينج مهندس، هو ده المشكله الوحيده اللي بتبقى صعبه شويه معايا. ما معنى الكليننج برضو؟ مم. يعني المعنى المعنى كبير قوي الصراحه، لان هو برضو متوقف على انت محتاج ايه في الداتا. يعني انا مثلا على سبيل المثال ممكن يظهر معايا ايرور في داتا معينه وما بصلهوش اصلا. ممكن يبقى الداتا بتاعتي فيها مشاكل معينه واتغاضى عنها عشان انا مش محتاجها. يعني مش محتاج العمود مثلا اللي فيه الايرورز دي بالقيم الفاليوز اللي جواه. ممكن ابقى محتاج عد مثلا حاجه معينه. يعني الفكره برضو بتكمن في الداتا اللي انت شغال عليها. الداتا دي طالعه من سيستم ولا داتا مانوال انت مسجلها بايدك؟ يعني طبعا طبيعه الداتا طالعه من سيستم وعندك مشكله في الكلينيك بتاعها. في الغالب 90% من الداتا اللي بتطلع من سيستمز في الغالب لا، هي بتكون مظبوطه. يعني بتبقى بس محتاجه التاتشات بتاعتنا بس. بالظبط. لا، هي طبعا مظبوطه، مفيش مشكله. هي في بعض الحاجات بتبقى عايزه تظبط بس فعلا. ايه بقى المشكله في الحاجات الصغيره اللي محتاجه تتظبط؟ يعني مثلا هل تقصد ان انت عندك عمود معين عايز تطلع منه فاليو معينه، ولا عندك عمود معين فيه قيم مختلفه مش عارف توحدها؟ زي كده في مختلف، مش عارف اوحدها، مش عارف اوحدها، او في مشكله مثلا في رو معينه كده انا عايز، هي مثلا بلانك فاضيه. هل لو لغيتها هتلغي مثلا قيم معاها؟ هل احط لها قيمه معينه عشان ما تلغيهاش لو انا بشتغل على ارقام؟ هي دي بتبقى مشكله زي كده يعني. طيب انا عندي سؤال تاني لو حد عنده اي سؤال. هو النل مشكله بالنسبه لي ولا مش مشكله؟ يعني القيم الفاضيه اصلا هي اوريدي مشكله بالنسبه لي؟ اكيد بيبقى على حسب الكيس برضه يا باشمهندس. بالظبط. يعني هي الكيس بتختلف من بروجكت للتاني. يعني هديكم مثال. لو انا مثلا عندي دلوقتي عمود، والعمود ده فيه مثلا على سبيل المثال انتاجيه مصنع معين، او مثلا مرتبات شخص معين. ففي الحاله دي لو انا مثلا في عندي قيمه نل، فانا عايز اجيب المتوسطات. فانا لو عملت نل شلتها وحطيت مكانها صفر، فانا كده خلاص بقى القيمه دي عنده فاليو. او
ان انا ممكن اتغاضى عن النل اصلا او ما احطش مكانها حاجه، واجي استخدم المتوسط اوتوماتيك على الفاليوز اللي موجوده عندي، او ان انا اجيب متوسطات واديها للقيمه بتاعه الشخص اللي موجوده عنده نل، وبالتالي فانا عوضت القيمه الفاضيه النل اللي عندي بقيمه تانية قد تكون قريبه من الفاليو الحقيقيه. طيب في نقطة تانية كمان، وهي نقطة إن أنا مثلا على سبيل المثال في الداتا اللي إحنا شغالين عليها الناس اللي اوريدي بتسجل البوستال كود. فأنا دلوقتي البوستال كود بالنسبة لي كبوستال كود أنا مش هستخدمه في حاجة في الأناليسيس غير إن أنا أعرف أنا لما عملت إن التسجيل يكون أوبشنال مين كام واحد سجل وكام واحد ما سجلش، في كام واحد مهتم إن يضيف الداتا بتاعته وفي كام واحد مش مهتم إن هو يضيف الداتا بتاعته. فنرجع لنقطة مهمة جدا، هي نقطة الكليننج للداتا. أنا بسأل نفسي سؤال واحد، أنا عايز أعمل إيه في الداتا اللي معايا؟ هل أنا محتاج عندي مثلا values مختلفة وعايز أوحد الفاليوز دي في كاتيجوريز مثلا، وبالتالي فأنا هضطر أعمل إيه؟ في أكتر من طريقة إن أنا أقدر أعمل بيها الجزئية دي. يا إما أعمل ريبليس، ممكن تعمل ريبليس فانت بتشيل القيمه وتقول له حط لي مكانها القيمه الفلانيه، فانت بتوحد ولكن مش في نفس العمود، بتعمل عمود تاني. فانت عندك العمود الاصلي وعندك العمود الاضافي اللي انت عايز توحد فيه القيم بتاعتك. دي نقطه. او النقطه الثانيه ان انت ممكن تستخدم الكونديشنال كولوم، ان انت تقول له والله كل ما تلاقي الفاليو الفلانيه حط لي الفاليو الفلانيه، كل ما تلاقي الفاليو الفلانيه حط لي الفاليو الفلانيه، وبالتالي فانت برضو بالطريقه دي تقدر انك توحد الفاليوز بتاعتك. او عن طريق ان انت تستخدم داكس، تقدر ان انت تستخدم داكس، ولكن داكس يعني محتاجه تظبيط شويه في الفاليوز اللي انت هتدخلها عشان يقرا الفاليوز مظبوطه. فانت برضو محتاج تفهم الاول الاتجاه بتاعك بتاع الداتا اللي معاك، انت عايز يعني توصل منها انت هنا عايز توصل لفين، واللي في النص ده هو الترانسفورميشنز او البري بروسيسنج بتاعت الداتا. فالفكره مش في اي داتا معايا بدخل اطبق فيها كل حاجه لازم تتعمل او انا اتعلمتها خالص. في داتا انا ممكن ما احطش فيها يعني ضربه ماوس واحد. ليه؟ الداتا جايه نظيفه مش محتاج منها حاجه غير ان انا ابدا افكر هطلع انسايتس من الداتا دي بشكل عامل ازاي، هبدا اعمل لها فيجواليزيشن بشكل عامل ازاي، وهبدا اعمل الستوري تيلينج بتاعتي واحكي القصه وابني الداشبورد بشكل عامل ازاي. دي كل القصه بتاعت فكره ان انا اعمل كليننج للداتا. مش شرط انك تعمل كل حاجه في الداتا. فلو انت عندك فعلا داتا طالعه من سيستم وانت عايز تعمل لها كليننج، شوف الاول اللي انت محتاجه. والحمد لله اعتقد ان احنا يعني شارحين الجزء بتاع الداتا بري بروسيسنج في الكورس المسجل على موقع يوديمي بشكل يعني مفصل جدا جدا جدا. هل في سؤال تاني عند حضرتك يا باشمهندس احمد؟ لا، هو الجزء بقى التاني اللي هو اللي احنا بقى نطلع فعلا البروجكت المظبوط بقى والشكل والحاجات دي كلها. تمام، انا وصلت للمرحله اللي انا قلت لك الصبح ديت، بس الحمد لله يعني ناقص بقى في حاجات بسيطه جدا بقى ان احنا نفنش الموضوع بقى بشكل احترافي انت وحاجه وصلت محترمه لفين كده دلوقتي؟ نقدمها. ان انا زي ما قلت لحضرتك كده الشرط اللي انا كنت عامله دوت لا هياخد مني لا، في الكورس الشرط انت وصلت التاني. للفيديو رقم كام او خلصته ولا لسه؟ في نصه كده، في نصه. طيب انت على ما توصل ان شاء الله لجزئيه الكرييت داشبورد هتلاقي فيه حاجات ادفانسد ممكن تساعدك انك تمبروف الداشبورد اللي انت عاملها، رغم ان هي كويسه جدا الصراحه يعني. تمام. الباشمهندسه شيماء حسن اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. أنا بس بعتذر كان مشكلة في المايك أول ولا مرة. يهمك ولا يهمك. هو أنا في المفروض داتا بشتغل عليها كان نفس المشكلة اللي حضرتك بتقولها في الأول خالص إن هي داخلة مانيوال. بجد يعني أنا أحبطت فيها، يعني هو مشكلة برضو في العمود الديت. الكيس اللي كانت قدامي هو مشكلتين: تيبل في الكولوم التاريخ هو كله بالعربي،
وبعد كده التايم، وبعد كده اللي هو الكود 00 بلس 002 وكده. وهي متعرفة ان هي تكست، بحاول احولها لديت ايرور. طيب بحاول اعمل اكستراكت، خرجت التايم وخرجت الكود الدولي وخرجت كل حاجة، خليت الديت برضو ايرور. الكيس التانية بقى العمود عبارة عن حروف لاتيني كده، مش ما فيش تاريخ خالص، هو يو سي واي يعني كلها كده. فلما تواصلت مع العميل قلت له والله في مشاكل انتم مدخلينها، قال لي والله دي مشكلة، يعني انت ده دورك انت اللي تحلي المشاكل دي. فانا مش عارفة دي ممكن اتعامل معاها ازاي يعني. العمودين يعني هما جداول كتيرة. يا العمود فيه الخطأ الأولاني إن هو شكله ديت بس متعرف تكست ومش عارف يتحول لديت، أو إن هو أصلا الفورمات بتاعته. آم، وحاولت إن أنا أختار يوزنج لوكال. كنت بعتي قبل كده على الواتساب تقريبا، وانا رديت عليكي صح؟ اه ده كان مشروع مختلف. اوكي. انا هقول لك بكل بساطه، في ان شاء الله يعني على قد ما انا فهمت برضو وعلى قد علمي في الجزئيه دي، انت ممكن انت طلعتي خلاص، عملت سبليتات وفصلتي كل حاجه عن التاريخ، والتاريخ نفسه انت شايفاه قدامك بطريقه صحيحه، الصيغه بتاعته تمام وكل حاجه صح، بالظبط. بس مطلع لك ايرور. في الحاله دي وجه يعني التكست برضه مش عايز يتحول لديت. بالظبط. هو في الحالة دي أنا من وجهة نظري المتواضعة يعني جربي إنك تفصلي معلش يا باشمهندس، هو صوتي بيقطع. سامعاني كده تمام؟ كده كويس. طيب بقول لك أنت بكل بساطة، حل المشكلة دي هي إن أنت خلاص جهزي العمود بتاع الديت إن هو يكون تمام، هو ستيل تكست، بس مشكلة إن أنت لما تيجي تحوليه ديت كله بيبقى ايرور. طيب الحل هنا إيه؟ من وجهة نظري برضو هي إن أنت تفصلي اليوم والشهر والسنة وتبدلي، يعني بدل ما هو يوم شهر سنة خليه مثلا شهر يوم سنة. طب ازاي؟ شوفي مم. صيغة التاريخ اللي موجودة عندك، يعني انا مثلا شهر يوم سنة، انا التاريخ بتاعي دلوقتي شهر يوم سنة، فانا لو انا التاريخ عمود التاريخ اللي موجود عندي في الداتا عبارة عن آه، يوم شهر سنة، هيطلع عندي العمود كله ايرور لو انا جيت قلت له ديت. طيب هل لو انا عملت كده وبعد كده راحت للعميل وهو الفورمات بتبقى عنده مظبوطة مختلف؟ خلاص، هي بتتظبط من عندك انت السورس اللي بيظبط الداتا. مم. فانت اشتغلي على انك الايرور ده يتحل، هيوصل عند العميل، هياخد صيغة العميل، مالكيش دعوة بالجزئية مم. دي، فهو تمام. هيرفلكت عنده بالطريقة الصح. المشكلة كلها في ان احنا ما نسيبش الايرور زي ما هو، احنا نظبط الايرور مم. والتاريخ بحيث ان احنا نتعامل مع التاريخ عادي. تمام. تمام. لان انت ممكن تبني بروجكت ما، تيجي تستخدمي الشهور مثلا من الهيراركي ديت، يستخدم الشهور معاكي بصيغه انجليزي عادي جدا، تروح عند العميل تقلب عربي. ليه؟ لان انت الجهاز بتاعك عربي او انجليزي وهو الجهاز بتاعه بالعربي. فاهم قصدي؟ فهي طب هنا هو ملهاش علاقه، هنا ملهاش علاقه يعني حاجة خالص بالمشكله دي. انت حاولي تحلي المشكله دي وان شاء مم. الله تتحل ان شاء الله يعني. تمام تمام. طيب يعني هو التاريخ بالعربي لو انا حولته زي الفورمات اللي عندي وبعد كده حضرتك بتقولي ان انا ارسلته للعميل، المفروض ان هو هيديتكت بقى باوتوماتيك، يعني خلاص ان شاء الله مش بالظبط. هيظهر بالظبط. تمام. طيب تاني مشكلة بقى اللي هو ظاهر كله حروف لاتيني كده، يعني سايب الكود اللي هو بتاع الدولة وبس الديت والتايم يو سلاش يو اس مش عارف، يعني حروف عليها اكسنت من فوق. لا انا ما اقدرش بصراحه يعني افيدك في مم. الجزئيه دي غير لما اشوف الداتا، تمام. ولاني وحاولي بقى يعني في في ملفات او داتا معينه لازم تتقري بحاجه اسمها يو تي اف 8 اللي هو قرايته للغه مم. العربيه. فحاولي برضو تشوفي هل الملف ده إيه. بصيغه، هي صيغته ايه، صيغه الملف اكسل ولا سي اس هو في. دلوقتي هو سي اس في، هو بصراحة يا هو سي باشمهندس هو اس كان في في دي سؤال. مشكله كبيره جدا فيه، فحاولي مم. تلينك دايركت مع الباور بي اي من سي اس في، ما تحاولهوش، يعني ما تحوليش سي آه. اس في لاكسل، مم. لا ما انا مش لينك دايركت سي اس في مع الباور بي اي. شوف يا باشمهندس، هو في مشكلة بس عندهم كده، هو المفروض حاطط الداتا على لوكال،
على كلاود، ماشي. هم عاملين كلاود يعني تبع الشركة. فالمفروض ان هم بيحملوا الداتا من الكلاود لسي اس في، فانا بكونكت على السي اس في دايركت، بس كده. فانا اول مرة تواجهني الكيس دي مش بصراحة. بتحولي لي اكسل. ما حاولتهوش سال اكسل، هو دايركت اول ما عملت له داونلود كونكته مع الباور بي اي على طول. طيب يعني شوفي ان شاء الله تظبط معاكي، وشوفي بس مشكلة التاريخ الاول، التاريخ اهم من التايم مم. حاليا يعني. فشوفي مشكلته، ولو ظبط بالظبط. معاكي يعني هيظبط الدنيا يعني. طيب آخر سؤال يا باشمهندس، هو يمكن في الكيس داتا تايم مهم، هو المفروض شركة زي مش يعني قريبة كده من أوبر، يعني هو الشركة بيكون بيدوها التجار، والتجار بيبقى عندهم سواقين وفي رحلات والناس بتطلب رحلة وكده. فمتهيألي التايم معاهم مناسب، فأنا التايم قلت مهم. ممكن أفصله في ديت لوحده، في كل لوحده. بس التايم مهم. هو العميل عايز يعني افضل ان انا انصحه طالما الداتا ريال تايم ان هو يعملها ب ETL تولز، ولا اخليها كده وخلاص. اصلا انا شايفاها مش صح ان انا افضل احط على كلاود وبعد كده انقل لسي اس في وبعد كده ادخل باور بي اي. طيب طيب هي الداتا هتسمع ازاي في الباور؟ في دلوقتي طريقتين مهمين جدا. الطريقه الاولانيه، او يعني هي طريقه لو هو عايز تايم، يعني لينك ديت تايم على طول، اب تو ديت، ان هي تكون مم. ريفريشنج على طول. قدامه اوبشن من اتنين. الاوبشن الاول هو ان انت، او هو اوبشن واحد سوري، ان هو يلينك دايركت الداتابيز بتاعته، الداتابيز اللي بيحصل فيها الاكشنز، مع الباور بي اي دايركت، مش تعملي داونلود للملف. مم. تمام، دي حاجه. والحاجه الثانيه بالظبط. ان اللايف كونكشنز بتحصل مع 3 انواع من الداتابيز. في اجر، لو الداتابيز موجوده على اجر، ولو الداتابيز موجوده على باور بي اي اناليتكس سيرفيس، حاجه كده تخص باور بي اي. والثالثه سيكوال سيرفر اناليتكس، حاجه كده. فهم 3 انواع بس من الداتا اللي بيعملوا لايف كونكشنز. تمام. الموضوع بسيط، ان هو ممكن يعمل لايف يعني. بس دي برضو الله اعلم هل ممكن تتم ولا لا. نرن كويري. الكويري دي بتاخد من الداتابيز على مكان ما، واحنا المكان ده بنربطه مع الباور بي اي، والباور بي اي داشبورد بترفرش كل 12 ساعة او كل 6 ساعات او كل حاجة. فبتلاقي ان في الاخر الباور بي اي بترفرش. او انك ممكن تربطيها ليه كويري، انت ممكن تربطيها دايركت مع الداتابيز دايركت. والداتابيز دي انت بقى بتعملي عندك انت في الداشبورد، يعني بس دي بتكون على الكلاود طبعا، بيبقى لازم يعني سبسكريبشنز وكده. ان انت تقولي له باشا يا باور بي اي، انت هتروح تجيب من الداتابيز ريفرش للداتا دي كل قد كذا. فهو هيجي، احنا مثلا بنعمله في معظم الشركات بقى كل 12 ساعة، وبنعمله التايم بتاعه الساعة 1 أو 2 بالليل. ليه؟ الساعة 1 أو 2 بالليل الدنيا نايمة، السيرفرات هادية، مفيش مشاكل، مفيش ترانزاكشنز ولودنج على السيرفرات. بنقوم جايين يا باشا، اعمل لودنج ريفرشنج للداتا. روح هات لي يا باشا الداتا اللي موجودة على السيرفر، هاتها اعمل لي ريفرش ليها. المدير يجي الصبح زي الباشا، يفتح الداشبورد بتاعته، يلاقي كل الاناليسز او كل الريبورتنج الخاصه اليوم اللي قبله. فاهم قصدي؟ بس هنا يبقى في مم. كذا شرط. الشرط الاول ان الداتا موجوده على اونلاين كلاود، يعني موجود مثلا وان درايف، موجوده جوجل شيت. لانك بتدي اكسس للباور بي اي انه يماتش مع او يلينك مع الاونلاين ده. الشيت الاكسل مش عندي على الجهاز، مش موجود عندي على الديسكتوب، ده موجود اونلاين. الداتابيز موجوده اونلاين، وهو بيلينك دايركت مع مم. الداتابيز. الساعه 12 بالليل، 1 بالليل، وانا 2 بالليل، يلينك معاه، يعمل ريفرش، يجي الصبح الدنيا تمام. ايوه انا كنت لسه هسأل حاجه عن موضوع جوجل شيت، لو هو رفض او مش في الامكانيات ان هو يبقى ايجر وكده، هل جوجل شيت ده اوبشن كويس بحيث ان الداتا تكون ريفريش مع الباور بي اي حتى ولو مانيوال؟ اه فهل اوبشن جوجل
كويس. انا اشتغلت قبل كده على جوجل شيت مع باور بي اي، بس هو اللي جايبه لي المره دي انا مش عارفه بصراحه انا يعني الداتا متخزنه فين. هو بس مجرد بعت لي موقع، الموقع ده هو فتح لي الاكسس ليه، وانا لقيت جداول كتيره المفروض داخله شهريا، فالمفروض ان انا بعمل ابديت لكل الجداول المتعلقه بالاوردرز وكل الجداول المتعلقه مش عارفه بايه. فانا عايزه يعني اقول له نصيحه ان الموضوع كده مش. ففكرت في اس اس اي اس واس اس اي اس، بس حسيت اني هفتح على نفسي فتحه، خاصة إن عارفة إن هي مش بسيطة يعني. امم ف لا يعني بس ممكن يعني شوفي أقول جوجل شيت. أقول اللي حضرتك قلته لي. شوفي ان انت مم. تلينك دايركت مع البار بي اي بس لو مش الداتا مش كبيرة صح؟ ايه. لو حجم الداتا كبير مش هينفع، لو حجم الداتا كبير ما ينفعش جوجل شيت. اعتقد يعني لو جوجل شيت وحجم الداتا كبير مم. هيبقى صعب حبتين، ولكن لينك مم. الداتا بيز دايركت مع الباور بي اي، وان هو يرفرش كل 12 ساعة مثلا او كل 6 ساعات او مم. كل 24 ساعة على حسب بقى. شايف ان هي حاجة هتوفر عليكي وعليه وقت ومجهود كبير مم. جدا الصراحة. هتاخدوا وقت بس في الاول ان انتوا تفهمي الداتابيز بتاعته نوعها ايه، وهتفهمي مم. السيرفر اللي هو مرفوع عليه عبارة عن ايه. وبعدين انت عندك بتسطبي حاجة يعني على الجهاز عندك بتسطبي حاجة تخص ازاي تلينكي مع السيرفر، يعني الكمبيوتر بتاعك يلينك مع السيرفر بحيث ان هو يقدر يقرا البيانات، وبعدين بتعمل لينك مع الباور بي اي مع الداتا اللي موجوده على السيرفر. وبعد كده يبقى الموضوع مم. بسيط، الباور بي اي يقرا دايركت الداتا اللي موجوده على السيرفر، وبعد كده ترفعي بقى الباور بي اي ده على الاكونت بتاع العميل مثلا على الباور بي اي سيرفيس، وتدي له بس اوبشنز ان هو يرفرش كل 24 ساعه او كل 12 ساعه. فالباور بي اي مم. الساعه 12 بالليل مثلا ولا 1 بالليل يروح على الداتابيز بتاعت العميل يعمل عليها ريفرش، يجيب الداتا اللي ناقصاه، يصحى الصبح يلاقي الداتا عنده تمام. تمام فهمت حضرتك. تمام شكرا جدا. العفو. أشكرك ربنا يجزيك جميل يا رب. خير. الباشمهندس عماد. على السلام عليكم يا باشمهندس، إيه وعليكم الأخبار؟ السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، فضل ونعمة، الحمد لله. معلش أنا كنت بعمل كليننج للداتا برضه، بس كنت باجي أعمل التكست الديت كان بيدي ايرور في الباور كويري، بس لما بعمله في الإكسل عادي شورت ديت بيطلع الديت مظبوط، فمش عارف صراحة المشكلة كانت في إيه. ما هو أنا عايز أقول لك على حاجة. المشكلة ليه أنا مثلا م- ليه أنا مثلا ما بشرحش أو ما بحبش أتعامل مع الإكسل. لأن الإكسل لو أنت جيت قلت له اديته مثلا قيمة 1000، قيمة اسمها 1000، وجيت قلت له فوق دي م- ديت، هيقبلها إن هي ديت. يا باشا دي 1000 يعني مش ديت أوكي. خالص. فالباور بي اي او الاكسل، اقصد الاكسل، هو بيقبل اي فاليوز باي داتا تايب موجوده فيها، ما بيقولكش اصلا القيمه اللي انت مدخلها دي غلط ولا لا، دي مسؤوليتك. بس في الباور كويري لا، الموضوع هنا مختلف. أوكي. ليه الموضوع مختلف جوه الباور كويري؟ ليه؟ لان انا بتعامل على فانكشنز معينه بناء على كل داتا تايب موجوده في العمود. يعني التكست، العمود التكست م- لازم يبقى كل الفاليوز اللي جواك تكست. ليه؟ لان الباور بي اي بيسمح لي بفانكشنز معينه واكسبريشنز معينه استخدمها على العمود اللي هو تكست. طيب بالنسبه للتاريخ، لازم يبقى الباور بي اي عارف ان العمود ده عمود تاريخ. ليه؟ لانه بيديني فانكشنز معينه اقدر استخدمها مع التايم والتايم انتليجنس وهكذا، زي الهيراركي والديت والمانث والكوارتر وهكذا. طيب الارقام، لازم يبقى عارف ان العمود بتاعي عباره عن ارقام. ليه لازم يبقى عارف ان هو عباره عن ارقام؟ عشان هو بيديني فانكشنز معينه زي السم، زي ماكسيمم، مينيمم، الحاجات الافريج، الحاجات اللي تخص او الفانكشنز اللي تخص الارقام. وبالتالي فانت في بالباور كويري لما ده مديك ايرور على عمود تكست، وانت لما تيجي تحوله ديت يديك ايرور، فاعرف ان في مشكله. الاكسل ما تعتمدش على الفاليوز اللي موجوده فيه. انا ما بشوفش اصلا الداتا على الاكسل، انا ببص لها بس انا سريعه كده ستراكشرد بالمنظر او بالطريقه اللي انا عايزها تبقى موجوده فيها. اتس اوكي. تعالى بقى يا باشا على الباور بي اي نعيش سوا جوه من اول بقى الداتا فاليديشن والداتا تايب والكليننج والترانسفورميشن، ونبدا بقى نشوف قصتنا هنشتغل بشكل عامل ازاي. فلو انت عندك عمود الديت
تكست ولما تيجي تحوله لديت في مشكله، لا هنا راجع الصيغه، راجع الفاليوز اللي داخله في الاكسل شكلها عامل ازاي عشان تقدر تحل المشكله دي. اوكي، بس ما فيش مثلا فورمولا او معادله معينه ممكن اعملها تظبط في الباور كويري ما هو المشكله كديت يعني؟ المشكله هتبقى متوقفه على الفورمولا دي، هتبقى متوقفه على نوع او الفاليوز اللي داخله بشكل عامل ازاي. يعني مثلا على سبيل المثال لو انت متاكد ان كل الفاليوز اللي داخله عباره عن يوم شهر سنه وانت الداتا عندك شهر يوم سنه، فايتس اوكي تقدر تحل العمود كله مره واحده عن طريق ان انت تفصلهم وتجمعهم تاني بالطريقه الصح باكشن تو اكشن سبليت ميرج. الاثنين او العمود بقى مظبوط بخطوتين، هتعمل سبليتات وتجمع سبليت واحده وتجمع تاني بميرج بس بالستراكشر المظبوط، وقتها هتلاقي ان الداتا بتاعتك او العمود بتاعك ظبط. ده لو كل الفاليوز نفس الاستراكشر او نفس الصيغه. تمام. طيب اوكي. بالنسبه لي لو لا ده انا عندي صيغه داخله صح وصيغه داخله غلط، لا هنا في الحاله دي ما ينفعش تعمل فورمولا كامله او اكسبريشن كامل على الفاليوز كلها. الفاليوز كلها جايه من سيستم اللي هو سيرفيس ناو. يبقى الداتا كلها داخله فيعتبر بستراكشر يعني واحد، يبقى الداتا كلها داخله بستراكشر واحد، يبقى الداتا بالظبط. كلها محتاجه فورمولا معينه زي ما انا بقول لك. تابع التاريخ اللي متسجل عندك في يعني بص عندك على التاريخ وبص على التاريخ اللي موجود في الداتا بتاعتك، هتلاقي ان في خلف خلاف، هتلاقي اليوم والشهر متبدلين مكان بعض. تمام جدا، يعني ماشي، شكرا يا تابعها باشمهندس. تاني، يعني ارجع لها، ولو انت فعلا بقت كده عرفني برضو. خلاص اوكي تمام، تمام. ماشي، شكرا يا باشمهندس. العفو. تمام. الباشمهندسة رنا. طيب الباشمهندسة شيماء. طيب في حد عنده سؤال حابب يسأل على أي حاجة؟ الباشمهندسة إيمان إبراهيم. لا تمام، شكرا يا باشمهندس. العفو. طيب الباشمهندس أحمد محمد. طيب يعني أعتقد إن إحنا كده يعني جاوبنا على كل الأسئلة. لو في حد عنده أي سؤال أو استفسار ممكن آه، يعني يفتح المايك على طول قبل ما نقفل. طيب لو في حد بيتفرج حاليا على الكورس بتاع يوديمي يعني أحب جدا أسمع الفيدباك بتاعتكم الصراحة. وهل هو يعني كان ده المتوقع ولا أقل من المتوقع ولا فوق المتوقع؟ يعني يفرق جدا معايا بصراحة في الامبروفمنت بتاع الكورس ورأيكم والفيدباك بتاعكم الصراحة. يعني الباشمهندسة زهراء. الباشمهندسة إيمان اتفضلي. السلام عليكم يا باشمهندس. والله يعني بأمانة ربنا يبارك لك ويجازيك خير. الكورس رائع جدا ويعني متدرج ومغطي نقط كتيرة قوي، يعني من أول بداية الكليننج وبعدين فكرة الموديلنج وفكرة الفاليديشن الداتا وكواليتي الداتا. أنا الحمد لله خلصت الكورس النهاردة، بس حقيقي إن هو أنا عايزة أرجع أجيبه تاني من البداية. بس بجد هو كورس رائع جدا ما شاء الله، وفكرة إن حاطط كمان assignment ده حلو ان الواحد بعد كده يعني يبقى ماشي يطبق. انا يعني هرجع اجيبه من اول تاني ان شاء الله، إن شاء اخلص الله. كل assignments اللي كانت والله. شكرا تسلمي جزيلا. تسلمي شكرا. الباشمهندسة شيماء حسن. طيب في حد كتب حاجة؟ تسلمي يا باشمهندسة.
شكرا جدا جدا جدا. في حد تاني طيب عايز يقول رأيه يعني كفيدباك؟ طيب يعني أتمنى إن أنا أكون النهاردة يعني فدتكم بشكل أو بآخر وجاوبت على الأسئلة بتاعتكم. أشوفكم إن شاء الله المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.